اهلا وسهلا ومرحبا مشاهدي قناه مطبخي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الفقاس بالشوكولاط والفواكه. هنا عندي واحد الكميه ديال البنان اللي قطعته صغيور، الحلوى اللي تدير 6 ريال، 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال سكر سنيده، ياغورت بنكهه الفاني، قشور ديال الليمون، قبصه ديال الملح، فاني وخماره. بالنسبه للخماره ما غاديش نستخدمها كامله في الفقاس، غادي ندير نص معلقه صغيره، والدقيق لجمع العجين. نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا وضعت هنا البيض وسكر سنيده وقبصه ديال الملح والفاني، غادي نخدمهم مزيان. عاد غادي نضيف باقي المكونات. ضفت قشور ديال الليمون، دابا غادي نضيف كاس ديال الزيت وياغورت بنكهه الفاني، وغادي نخلط المكونات، وغادي نبدا نضيف الطحين والخميره. ضفت الطحين وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نبدا نجمع المكونات. بالنسبه للعجين اللي جمعناها كما كتشوفوا ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، ما خصهاش تكون مرخوفه بزاف، ما بين وبين. دابا غادي نشكلوها كويرات. بالنسبه لهاد العجينه غادي نقسمها ل3 ديال الكويرات. من بعد ما حربلنا العجين ديالنا، خرجنا 3 ديال الكرات، عطاونا 3 ديال الحرابل. دابا غادي ندخلهم الفران. بالنسبه للطياب ديال الفقاس كندخلوه على الفران يكون بارد وكيطيب على عافيه مهيله من التحت، عاد غادي نشعلو عليه من الفوق. وبالنسبه للفقاس اللي تندهنوه بالشكلاط ما تندهنو حتى شي حاجه، تيبقى بحال هكا، وغادي ندخلوه للفران. كما قلت لكم حتى كنخشي الفقاس عاد كنشعل عليه الفران على عافيه مهيله. الفقاس ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران كما كتشوفوا كيكون محمر طايب من التحت. غادي نخليوه حتى يبرد لينا، عاد ديك الساعه غادي ندهنوه بالشكلاط. عندي هنايا الشكلاط الكحل، الشكلاط الاسود اللي ذوبته، وغادي نبدا ندهن الفقاس. غادي ندهنو من التحت هو الاول، عاد غادي نقلبو وندهنوه. كما كتشوفوا دهناهم من التحت هما الاولين حتى يبردوا لينا ويجمد لينا الشكلاط. عاد ديك الساعه نقلبوهم ونكملوا الدهن. من بعد ما جمد لينا الشكلاط من التحت حيدنا هاد الجوانب هادو باش يجي مفيني مزيان. دابا غادي نضيف الشكلاط للوجه. كما كتشوفوا غطينا الفقاس كامل من جميع الجوانب، وغادي نخليوه يجمد، عاد غادي نقطعوه. الفقاس من بعد ما جمد عليه الشكلاط دابا غادي نبداو نقطعوه. كما كتشوفوا بالنسبه للفقاس حاولوا انكم تقطعوه بشي موس يكون ماضي باش ما يتفرتش ليكم. غنبقى مستمره حتى نقطع الفقاس كامل. الفقاس ديالنا من بعد ما قطعناه كيجي على هذا الشكل، كيجي صراحه زوين بزاف وما كيخرجش نهائيا الكسور. كنتمنى ينال اعجابكم. ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.